التيشيرت اللي اتقلع ده كان قدام مانشستر. انا تفهمش التحنيك بتاعي خدني لحته ان انا عندي صفقه. انت بتيجي بجراويك. انا بصراحه حلفت من اللاعب التاني من غير هالاند. عندي سنس كده ان هم هيتألقوا الجولات اللي جايه. اقسم بالله هكسر هيبقى الصفقه الطرش بتاعت السيزون. سجل يا تاريخ. لا ده انا عندي صفقه. طيب الكلاب البلدي بقى. انا بقول لك صلاح عمل في جوارديولا اللي اقسم بالله رونالدو في عز جبروته ما عرفش يعمله في جوارديولا، بغض النظر عن مشاكل الشخصيه مع صلاح. حبيبي يلا. مش مشكلتي. سيبيني اقول الكلمه. امال مشكله مين؟ مش مشكلتي. بودكاست الساده المجانين من انتاج مادمن برودكشن. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج مجانين فانتازي. انتوا طبعا فاكرين ان انا هقول مش مشكلتي، لا احنا بناء على طلب الجماهير قالوا لنا لازم نعمل حلقه فانتازي لوحدها، فاحنا دي اول حلقه من حلقات مجانين فانتازي هتبقى خاصه بالفانتازي بس. ايه رايك يا سعيد؟ احنا الناس كلها طلبت مننا طبعا ان احنا نعمل الحلقه دي لوحدها بعد الحلقه اللي فاتت ما نزلناها تبع بودكاست ومش مشكلتي. الناس طلبت ان احنا نعمل حلقه المجانين فانتازي لوحدها، الناس المهتمه بالموضوع طلبت ان احنا نعملها لوحدها، فبناء على الطلب دوت احنا قررنا خلاص ان احنا هنعتمد بعد كده البودكاست هينزل كل اسبوع وهنتكلم فيه عن كل حاجه خاصه بالجوله اللي فاتت والجوله اللي جايه وتوقعاتنا للجولات اللي بعد كده ان شاء الله. عملت الجوله اللي فاتت والله مش احسن حاجه بس الحمد لله يعني تمام الحمد لله. رضا لا احنا مش هنخبي. جبت كام نقطه؟ جبت 65 نقطه، ولكن طبعا انا كنت من الناس المحنكه جدا اللي بدات السيزون ده من غير صلاح ومن غير هالاند. قلت ان انا هستثمر في اللعيبه التانية فلبست. اصبر بقى، ده دليل اللي احنا قلنا ايه. انت ما سمعتش حلقه المره اللي فاتت؟ احنا قلنا حلقه المره اللي فاتت انه ريسك مين؟ صلاح وهالاند وايت وجفارديول قلنا دول. انت ما خدتش ده يعني. انت لو سمعت الحلقه اللي فاتت رجعت وعملتها كنت زمان. انا تفهمش التحنيك بتاعي خدني لحته ان انا هالاند يا جماعه السيزون اللي فات اتصاب، فقلت يمكن بادئ السيزون ده ملخبط شويه زي السيزون اللي فات منهاه. قلت يمكن صلاح مثلا مش هيبدا البدايه بتاعت كل سيزون دي، ممكن يقع ولا حاجه. فاتصدمت بصراحه. لبست من كل حته، سولانكي بقى على واتكنز على شويه كده في النص على جفارديول كمان على مش عارف على بيرن. بهدلت. ما لحقنيش ولا جبر بخاطر الا ربنا يكبر بخاطره يا رب. يا معلم ابني وحبيبي ساكا وبالمر يعني ربنا يكون في عوني بصراحه. لا بجد والله انا كنت زعلان عشانك، بس ساعه لما بالمر اتألق قلت يا عم ايه حد نصفك في ايه في الليله دي؟ رضا اكيد رضا. انا الحمد لله يا باشا 80 وعندي اريولا بره جايب 6 بس يعني كنت منزل بوب بقى. لوكش الله اكبر 5. بس انا اللي نصفني فعلا بقى كان هالاند نصفني جامد. طبعا كنت مكابتنه لان كان توقعاتي ان هو هيعمل حاجه وفعلا ظبط الدنيا. 3 اجوان هاتريك حاجه حلوه قوي. كان معايا صلاح، كان معايا جوتا. طبعا انا ايه اللي انا قلته ان انا هجيبه، قلت للناس تجيبه انا جبته، بس في حاجات بس عملت بالماينس طبعا لان في حاجات ما عرفتش اعملها الفتره ديت. فجبت حاجات اللي هو جبت مزراوي، جبت جوتا وجبت فاردي، بس فاردي غزلني طبعا. انا بصراحه حلفت من اللاعب التاني من غير هالاند ان انا غطست غطس وحشه في الترتيب. انا رانك مثلا دلوقتي 4 مليون على العالم 3 مليون على العالم. انا الحمد لله 2 مليون زي الفل. رضا ربنا يستر. بمناسبه بقى الموضوع ده، بمناسبه الماينصات اللي احنا بنعملها والكلام ده كله، تنصح الناس تعمل وايت كارد دلوقتي ولا لا؟ وتنصحهم امتى؟ انا عندي وجهه نظري هقولها، بس قول لي انت وجهه نظرك الاولانيه. بص في اولا في توقف دولي جاي. التوقف الدولي ده في لعيبه هتتصاب وفي لعيبه هتتوقف وفي لعيبه هتتبهدل وفي لعيبه مش هتروح منتخباتها فهتبقى مستوى قليل. فانا الناس عايزه تعمل وايت كارد دلوقتي. في ناس عملته اصلا، في 60,000 بني ادم عملوه تقريبا الجوله اللي فاتت. دكتور بسيوني صباح الفل عليكم. بس انا عن نفسي مش هعمله افكر فيه غير بعد التوقف الدولي، بحيث ان اللي اتصاب اللي رجع ابدا اشوف دنيتي فيها ايه وابدا باختار اللعيبه الصح اللي انا هبدا بيها، او بعد الناس اشوف الناس اللي اتألقت مين، الناس اللي اتبهدلت مين، الكلام ده كله واختار بناء على التوقف الدولي هيبقى امتى؟ التوقف الدولي المفروض ان في اخر ماتش في البريمير ليج يوم 1/9 تقريبا. بعد كده عندك اسبوعين بقى توقف دولي في افريقيا وفي اوروبا وفي امريكا الجنوبيه وحواراتهم كتير كده. طب نرجع بقى للوايلد كارد. انا من وجهة نظري اللي يعمل وايلد كارد مين؟ الشخص اللي فعلا ما عندوش الناس اللي هي نو ريسك، اللي هي صلاح وهالاند بالمر ساكا، الناس اللي هي فعلا يعني اقوياء دلوقتي. لو انت ما عندكش حد من دول لازم تعمل وايلد كارد.
ليه بقول مش دلوقتي؟ لان كده كده صلاح رايح منتخب، هالاند رايح منتخب، بالمر رايح منتخب، ساكا رايح منتخب، فاللعيبه دي كده كده كلها اساسيه في منتخباتها، فممكن يروح يرجع مصاب. يا عم الناس دي بتخاف على نفسها يا عم سعيد، الناس دي بتخاف على نفسها. يعني انت ما يعني سيبك بقى، نرجع للنقطه مثلا ان هم خلاص رجعوا كلهم سلام. هيحصل ايه بعد كده؟ انا واحد ما عنديش لا صلاح ولا هنا زي حضرتك. ايوه انا جبت هالاند خلاص. خلاص جبت هالاند. انت ما تعرفش تجيب هالاند وصلاح مره واحده ليه؟ لان مناصاتك هتبقى في الحماده والميزانيه هتبوظ. لا مش سيبك من الميزانيه هتبوظ. انت مثلا معتقد في ساكا ومش عايز تطلع ساكا بره اكيد دي حاجه. انا مثلا معتقد في صلاح ومش عايز اطلع صلاح من التشكيل مثلا. انا واحد فانا عشان اثبت حد لازم استغنى عن حد تاني. يعني انا استغنيت عن ساكا، يعني ما اقدرش اجيب ساكا، يعني بوظ التشكيله، ما ينفعش. بس فانا شايف اللي ما عندوش الناس اللي هي نو ريسك يبدا يعمل وايلد كارد على طول، حتى لو هو بعد التوقف الدولي ما يبدا، يعني هيرجعوا يلعبوا مثلا 14/9 قبل 14 لازم يعمل وايلد كارد. طيب خلاص خلينا نعمل فوت برضو. انت قلت وجهه نظرك، انا قلت وجهه نظري. الناس برضو اللي شاف حد اللي شاف ان الوايلد كارد لازم يتعمل دلوقتي يكتب تحت في الكومنتس. الناس اللي شايف ان هو لازم يتعمل بعد التوقف الدولي شكل ما انا قلت يكتب لنا تحت في الكومنتس وهنشوف بقى. هكسب، انا هكسب صدقني هكسب. براحتك بقى. انا جماهيري كتير ماشي. انا لسه كاسب استون فيلا وجاي ودماغي رايقه. بقى يا عم. عايز اقول لك احنا السنه اللي فاتت بقى لنا 2-3 ما بنخسرش غير من استون فيلا. السنه دي بقى قلنا بدري بقى خلاص قلنا واحنا فايقين بقى. انا كان توقعاتي ان انتوا تكسبوا كرد طار، حركه الرجل على الرقبه بقى يا باشا. ده مسكهم في ملعبهم وعلى ارضهم يا باشا، علقه بقى ضرب دي يا ولا ماتوا وقال له اضرب يا ولا ماتوا. نخش بقى على الديفرنشال واللعيبه الديفرنشال. انت كان عندك مين ديفرنشال بما انك انت تطحن؟ بص انا اللعيبه اللي انا كنت معتمد عليها نفسها خيشت. من بالك بقى بالديفرنشال. يعني انا عندي بيرن ده ما بيسيبش تشكيلتي بقى له كام سنه خيش. عندك جبته يا حبيبي، جبته عشان خاطرك. عندك جفارديول خيش. عندك مين تاني؟ واتكنز بقى له جولتين اصلا مخيش من اول الدوري. سولانكي خيش، فاردي خيش. مين تاني؟ مفيش غير ربنا اكبر بخاطره بالمر وانتوني جوردن. جوردن برضو جاب جون ومش عارف عمل جاب 10 نقط تقريبا. فبرضو يعني هم دول اللي ربنا واليسون 2 ماتشين 2 كلين شيت بصراحه. انا بوب روح ربنا يعمر بيتك. بوب عملها معايا، بس كان عندي اريولا، بس قعدت افكر بقى بين بوب واريولا، قلت لهم الاثنين ماتشاتهم حلوه، فخلي بوب احسن عشان متالق بقاله فتره كده. بس يلا. بس في ناس كتير اللي بتلعب، الناس اللي بتلعب على دفاع نيوكاسل بالذات معتمده على السيزون قبل اللي فات. هي بالنسبه لنا نيوكاسل السنه دي السيزون ده كانت حاله. هم السيزون ده كانوا تقريبا تاني اقوى دفاع في الدوري. السنه اللي فاتت، لا السنه قبل اللي فاتت. السنه تريبير السنه اللي تريبير جالهم فيها السنه قبل اللي فاتت. كانوا عاملين سيزون جامد جدا دفاعيا، لان كان فابيان شار لسه في قمه مستواه، كان بيرن في قمه مستواه، كان بوب لسه برضو متالق والكلام ده كله. فبالنسبه لي هو كان موسم كده ايه وعدى. فالناس اللي معتمده بشكل اساسي على دفاع نيوكاسل ما ينفعش. انا اتخزوقت في تريبير ده بهدلني والله العظيم، ماينسني واحد. بعدين بعته لحقت ابيعه كده عشان ايه؟ اضحك براحتك. والله ده من الخوازيق بتاعتي. بس الحمد لله انا فرقتي نصفاني، الديفرنشال بتوعي نصفني. طبعا انت اتمسح بيك بارض الفانتزي. بص مفيش حد ما يعرفش حصل فيك ايه. كده اللي اتفرج على الحلقات اللي فاتت يا عم سعيد هيعرف ان انا قلت سميث رو. الديفرنشال بتاعي هيعرف ان انا قلت امادو ديالو. حصل. هيعرف ان انا قلت اللي خذلني بقى، بس انا لسه مصمم عليه بقى يا باشا. وهنقول برضو في سوق الجمعه للكلاب البلدي باذن الله هيطلع منهم باذن الله. انكونكو ما لعبش المره اللي فاتت، الماتش اللي فات كنت قايل انكونكو، وكنت قايل جوتا، كنت قايل سميث رو، كنت قايل امادو ديالو، كنت قايل الناس دي لا الواد اللي انا شايفه الفتره اللي جايه دي هيبقى صفقه حرفيا مطرشه. مدويكي. طب انا عايز اقول لك هاتريك في 17 دقيقه. الواد بياكل بني ادمين والله، بياكل بني ادمين برضو. لسه عشان هو لسه بس لما يكون جايب جون برجله اليمين اللي هي اصلا رجله الضعيفه، وجون باليمين تاني، وجون بالشمال، فلا اسمعني بس. هو يعني بص، يعني كبدايه كويسه جدا ومبشره جدا. هو من اكتر اللعيبه اللي اشتروهم على فكره. ده حقيقي. يعني انت الرانك اللعيبه اللي بداوا يشتروا تك 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 تك، واللي علوا سعره الله يهديهم، ناس جريت عليه هو وسميث رو. سميث رو اللي انا قلت عليه.
فاهم. فانا لسه مصمم على نكونكو لو نزل، لو كان مكانه في الفتره دي او كان نزل في الماتش ده كان جاب جوان كتير قوي. الفكره ان تشيلسي الهجوم بتاعه بالذات تشيلسي الهجوم بتاعه في زخم، في لعيبه كتير قوي وكلهم نجوم وكلهم جايين من فرق كبيره وكلهم جايين بفلوس كتيره، فاللي هيتالق هيلعب واللي مش هيتالق هيقعد مهما كان هو اسمه. عندك جاكسون ده خازوق كبير قوي لتشيلسي واللي جايبينه تشيلسي مثلا. انت رايك ايه في جاكسون؟ انا رايي ان هو يعني في حدود الامكانيات بتاعه ماتشات تشيلسي هيبقى مفيد، لان هم السنه دي ما فيش دوري ابطال وما فيش حاجه ولا هو الدوري بس. فانا بالنسبه لي تشيلسي لو ظبطوا السنه دي، انا شفت لهم كوره بصراحه. يعني الماتش اللي فات ده انا شفت كوره تشيلسي بقى لهم سنه مثلا ما لعبوش كوره. الماتش اللي فات شفت كوره. فهو لو في حدود الامكانيات بتاعه الدوري وان انا هلعب دوري انجليزي بس ومش عارف ايه وبتاع، ممكن يبقى كويس السيزون ده ممكن. في ظل بقى ان هيبقى وراه عندك بالمر، عندك جواو كانسيلو، جواو فيليكس، عندك ناس كتير جدا هتبقى وراه بتخدم عليه، لا ممكن يعمل حاجه. بس لوحده لا ما اظنش، لو هو يلعب لوحده، لو حد بالمر مثلا اتصاب ما اظنش انه يقدر يعمل حاجه. هو صراحه ان انا يعني هو انا ما بحبوش، حاسس ان هو هيطلع نار من بقه الفترات الجايه الواد بالمر ده. بس انا مش عارف اجيبه، انا عندي صلاح وهالاند فمبوظين الميزانيه. انا لو جبته هبوظ خط النص كله، الديفرنشال هيضيع. يعني انا جايب جوتا، وجوتا برضو يا جدعان يعني لعيب فعلا يستاهل ان هو يتحط في عايز اقول لك هو جوتا احسن لاعب خط نص في الفئه دي. يعني انا بالنسبه لي جوتا سعره قليل عليه. ايوه ده حقيقي. انا جوتا لو قارنت مثلا بين جوتا وصلاح، لا انا اختار جوتا، سعره هادي وتقريبا يعني بيجي مثلا لو كمل السيزون من غير اصابات هيعمل مثلا 3/4 اللي صلاح بيعمله. مثلا لو صلاح جاب 300 نقطه جوتا هيجيب 200 250. معاك بس صلاح ما يتسابش حتى لو بسعر ايه. صلاح ما يتسابش بصراحه يعني صلاح ما يتسابش. يعني انت فاهم، في ثانيه جون، في ثانيه اسيست، في ثانيه اي حاجه. فصلاح ما يتسابش. وجوتا برضو حلو، بس انا مشكلتي مع بالمر ان انا هي الفلوس الماديه. يعني انا بالمر انا حاسس ان هو هيطلع نار الماتش. بمناسبه صلاح، انا شايف ميزه دلوقتي في صلاح في ليفربول بالذات، ان هم السنه دي وبعد المدرب الجديد وبيتعاملوا معاه ان هو اسطوره. شفت مثلا ميسي كان بيتعامل ازاي في برشلونه، رونالدو بيتعامل ازاي في هم بيتعاملوا معاه كده، ان احنا هناخد الكره نروح نديها لصلاح يجيب جون، خلاص الموضوع خلص. انا بقى ما يهمنيش مين جنبه ومين قدامه ومين وراه. هو الوحيد اللي يمكن ما بيعملش الحركه دي نونيز بس. الباقي كله بيعمل كده، الفرقه كلها بتعمل كده. ده غير ان اللعيبه الصغيره اللي طالعه دلوقتي في ليفربول اصلا عصروا صلاح مثلا من 2-3 هم كانوا في الاكاديميه شايفين ان صلاح اسطوره من 2-3. ما بالك دلوقتي هم بيلعبوا معاه. ده حقيقي. بس انا يعني زي ما بقول لك كده، انا بسعى بتشكيلتي العظيمه اللي انا جبت فيها 80 مره الماتش اللي فات، الجوله اللي فاتت، ان انا اجيب بالمر، بس مش عارف ازاي. انا جاي. انت جاي؟ اما نشوف يا ريس الماتش الجاي نشوف هنعمل ايه. طيب خلينا نتكلم دلوقتي بقى مستر محمود عن الناس، اكتر لعيبه الناس جريت عليها تشتريها، وهنقول برضو هنتكلم ليه الناس دي يعتبر الفتره اللي جايه تبقى كويسه ولا هي جوله وخلاص. بص، اللي انا معتبره جوله وخلاص، اول حد طلعوا يشتروه، انت برايك مين؟ مديوكي. مفيش كلام. بس انا برضو ممكن اتكلم على الواد ده في حاجه، ان هو موجود وسط مجموعه لعيبه هتساعده. بص انا من وجهه نظري ان تشيلسي ماتشاتها اللي جايه كلها سهله، فانت بالزبط. لو جبت اي حد يعني مثلا انا لسه برضو بقول نكونكو برضو ممكن يتحط في التشكيله. هو ما نزلش الماتش اللي فات، بس هو ممكن يبقى ينزل، ولو كان موجود مكان مديوكي كان ممكن يجيب اجوان كتيره برضو. بس هو في تشيلسي عموما انا ممكن اشتري اي حد في الفرقه الا الدفاع. احد في الدفاع لا، ده حقيقي. دفاع لا، خط نص مثلا ممكن، هجوم اساسي هجومهم كويس، لعيبه متنوعه. المدرب بتاعهم بان ان هو عنده فكر هجومي كويس، فهيلعبوا لعب هجومي. حتى لو تلاحظ على طول باكاتهم طايرين وخط نصهم بيهاجم، حتى انزو بيهاجم والدنيا ماشيه يعني كويسه معاهم. فاظن ان هم كهجوم لا عادي ممكن لعيبه تشيلسي تكون برضو مش حاجه، ما فيش غير بالمر اللي مضمون، بس اللعيبه بتاعتهم ممكن نروح لهم شويه. تمام. تاني واحد بقى اكيد طبعا سميث رو، الديفرنشال بتاعي انا. طيب اللي مستر محمود قال عليه الجوله اللي فاتت. طيب انت شايف ان هو هيكمل في التعلق بتاعه ده؟ هو لعيب كويس جدا، هو ما خدش حظه في ارسنال. عايز اقول لك حاجه، هو اما كان في ارسنال السيزون اللي قبل اللي فات كان بيلعب، كان بينزل تقريبا اخر كل ماتش 10 دقايق. عايز اقول لك ان هو السنه قبل اللي فاتت دي كان في تشكيلتي اساسي، وانا كان بينزل 10 دقايق يجيب جون، ينزل 10 دقايق يجيب جون واسيست، ينزل يعمل اسيست. ما خدش حطه مع ارتيتا بس الاصابه اللي جات له اخر السيزون قبل اللي فات ده خليته السيزون اللي فات تقريبا نص السيزون اوت. فانت خلاص هو رجع في نص السيزون، كانت اللعيبه كلها خلاص حجزت اماكنها الاساسيه، فهم ما عادش ليه مكان.
بالاضافه ان ارسنال دعمه وجابوا صفقات كويسه، فخلاص هو رايس جه ومش عارف مين ومين، فخلاص الموضوع بقى بالنسبه له صعب ان هو يلعب في المكان ده. فانا شايف ان هو دلوقتي بيعيد اكتشاف نفسه، ولو رجع ارسنال تاني السنه الجايه وان شاء الله يرجع يعني هيكسر الدنيا لان هو كويس جدا وسنه صغير هو جامد 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 جدا الواد ده. طيب اللاعب الثالث بقى اللي هو ديفرنشال ومفيش حد بقى يتوقع ان هو يكون في الثالث رانك في الانتقالات. ويلبك بتاع برايتون. هقول لك حاجه الناس جريت اشترت ويلبك عشان طبعا تألق في اول جولتين جاب جونين. عايز اقول لك هو ممكن يعمل كده، بس انا عايز اقول لك ان في حاجه بتبقى منتظرهم بقى ورا. جواو بيدرو اللي بيلعب ضربات الجزاء، جواو بيدرو بيلعب ضربات ثابته. جاي لك جواو بيدرو سادس واحد اشتروه، ناس اشتريته. دي المشكله بقى ان انت اصلا رايح ل2 لعيبه بيلعبوا في نفس المكان في نفس الفريق ومش بيلعبوا الاثنين مع بعض. مشكلتهم ان هم مش بيلعبوا الاثنين مع بعض. يعني ممكن مثلا في نيوكاسل تلاقي زاك بيلعب جنب ويلسون مثلا، انما في برايتون لا، هو واحد بس اللي بيلعب. دي مشكله برضه، دي مشكله. بس هو يعني انت لو جيت للرانكات بقى عشان نقولهم بسرعه، عندك ميديوكي، عندك سميث رو، عندك ويلبك، رابع واحد حبيبك بالمر، خامس واحد هالاند، سادس واحد جواو بيدرو. طيب خلي بقى برضه نسال الناس، لو حد من الناس اشترى حد من اللعيبه دي قول لنا هو اشترى مين في الكومنتس تحت وليه اشتريته. في بقى واحد سابع انا الناس اشتريته وجاري عليه بقى، مين؟ رايا. بالنسبه لي ان انا ادفع الفلوس دي كلها في حارس، دي مشكله. يعني ادفع الفلوس دي كلها في حارس حرام بصراحه. انا ممكن بالفلوس دي ممكن اشتري حارس نص كوم. اصل الحراس كده كده بيجيب اخر السيزون تلاقي جايب كام كله على بعض 80 نقطه 90 نقطه. هو كبيره بياخد مثلا السته بتوع الكلين شيت وياخد نقطه ولا 2 بونص، ده لو عمل ايه. فانا بالنسبه لي الاستثمار في حارس غالي قوي. لا انا ممكن اجيب حارس نص كوم كده يمشي الدنيا وخلاص. سوري، هو رايا مش السابع، بس رايا من الناس اللي اشتروهم في اول 10. فرايا بقى اللي شددي ان هو الجون في الرانكات دي، ناس كتير اشترت الجون ده. طب نيجي بقى للناس اللي اتباعت، الناس جريت وباعتها. اول واحد انت شايفه مين؟ اول واحد انت شايفه مين؟ اول واحد اتباع ازاك خازوق الفانتازي كله. بس عايز اقول لك حاجه بقى، انا ما اشتريش ازاك من اول السيزون، لان انا السيزون اللي فات ازاك اصلا هو ناهي سيزون كويس. بس انا في الفتره التحضيريه وفي كنت متابع الماتشات بتاعت نيوكاسل، هو تقريبا ما عملش حاجه. كان مستوى وحش جدا جدا، يعني فوق ما تتخيل. اللي كان شغال شويه بشكل كبير كان انتوني وجوردن وكان ويلسون. فانا مش عارف الناس ليه اشتريته كلها وراحت عليه، يمكن عشان سعره بس. ده المبرر الوحيد بالنسبه لي ان الناس كلها تروح تشتري ايزاك. تاني واحد صدمه بالنسبه لك بقى اللي انت مش واخد بالك منه، مين؟ حبيبك. ثاني واحد سولانكي يا جماعه، اقسم بالله سولانكي انا سمعت ان هو اتصاب. هو مصاب من اول، يعني هو لعب اول جوله جاب نقطتين، اتصاب بعدها على طول. هو احتمال يلعب الجوله الجايه. سولانكي على فكره لو لعب مع توتنهام كسب الماتش اللي فات 4-0 في ظل السكواد الموجود ده، وهو المهاجم يعتبر الوحيد. ريتشارلسون طبعا على الله ان شاء الله. سولانكي اقسم بالله هيبقى الصفقه الطرش بتاعت السيزون. انت عارف يعني الصفقه الطرش اللي هو هينزل الملعب كده، اصل ما يكون بيلعب وراك ماديسون، بيلعب وراك سون، بيلعب وراك جنبك مثلا فيرنر. لا الدنيا شغاله، الدنيا هتبقى شغاله مع سولانكي قوي. بالاضافه ان هو تقريبا بيتحط رقم 1 في ضربات الجزاء على الناس دي كلها. ماشي، بس برضه سولانكي يا جدعان مش شايفه اللي هو اللعيب الطرش اللي انت بتقول عليه ده. انت غرقتني اصلا. بس مش مشكله يعني. هو فكره اللعب في توتنهام غير اللعب في بورنموث. في ايه بورنموث كانوا بيلعبوا على الهجمات المرتده، فهو ما كانش بيمسك كور كتير ولا حد بيسنده كتير. انما في توتنهام انت 3/4 ماتشاتك انت اللي بتهاجم. بس هو هناك كان النجم الاوحد هناك، بس يعني حقيقه مش زي توتنهام. ما تيجي تبص على سكواد توتنهام مش هتلاقي اللاعب اللي هو، مش هتلاقي داروين مايونيز في النص، مش هتلاقي اللاعب اللي هو الطماع. لا كلهم عادي، مفيش اي مشكله. ناسون ممكن ياخد الكره يروح عند الجون يديها للي جنبه يجيب جون. ماديسون كذلك، مفيش حد فيهم اللي هو لا انا هاخد الكره انا اللي هجيب جون، هاخد الكره انا اللي هجيب جون. مش الكلام ده في توتنهام. انا بشوفهم كده بصراحه. فانا شايف سولانكي لو لعب هيكسر الدنيا. فان الناس تبيعه دلوقتي هو حقهم، لانه بقى له جولتين بيخيش، وفي ظل طبعا تألق لعيبه كتير والكلام دوت كله. بس انا شايف ان هو لما يرجع ويلعب ويأدي، خصوصا ان جاي التوقف الدولي ده، انا فاضل الجوله بعد التوقف الدولي، سولانكي هيكسر الدنيا. سولانكي هيبقى الصفقه الطرش بتاعت السيزون. ثالث لاعب ده خازوقي الكبير ايزي بهدلني صراحه الجولات اللي فاتت، وكنت متوقع منه التألق كتير، وخاصه ان هو اولز ده راح بايرن. فانا قلت ان هو اتوقع ان هو هيبدع بس ما عملش حاجه صراحه. هو لاعب كويس جدا،
ولكن اوليزيه كان معليه قوي. كان معليه بطريقه غريبه لانه كان بيوفر له حاجات كتير جدا في نص الملعب وهو مش عارف يوفرها لنفسه. اوليزيه كان الناس كلها مركزه معاه، المدافعين كلهم مركزين معاه، فكان صاحبنا ده بيبقى فاضي، اضافه ان هو كان بيلعب ضربات ثابته، بيلعب ضربات جزاء، فالدنيا كانت رايقه معاه. انا شايف ان هو هيتاثر بغياب اوليزيه، الفرقه كلها عموما هتتاثر. لا بس برضه يا جدعان هو كان متالق من قبل اوليزيه، يعني هو كان ايزي، انا متابعه من زمان، كان متالق من قبل اوليزيه. هو جامد، هو الواد جامد، بس مش هيكون بنفس جمدان السيزون اللي فات من وجهه نظري. اختلف معاك، بس يعني هو كان جامد صراحه من قبل اوليزيه، بس هو الصراحه خذلني الماتشات دي، ولسه عندي في التشكيله ومش عارف اشيله عشان فعلا انا بعمل بالماينس مثلا 4-8 بالكتير، ما بعرفش اعمل اكتر من كده. انا عندي بالنسبه لي ان انا اشتري اللاعب بالماينس دي، اصلا ممكن اجيبه بماينس 4 وما يجيبش الاربع نقط اصلا. انت شايف انت ما بتشتروش عشان جوله، انت بتشتري عشان مستقبل، انت بتستثمر في اللعيب يا باشا. الراجل يا باشا احنا بنهزرش. رابع لعيب، انت شايف مين رابع لعيب ان هو اتباع؟ رابع لعيب الناس كلها باعته ممكن مثلا يكون حد من دفاع نيوكاسل. لا خالص. اللي انا بشوفه ديفرنشال، واللي انا بشوفه انه ممكن يقدم الماتشات الجايه كونكو. ما انا بقول لك الناس خلاص قلقت ان انا عندي عرفوا ان اللي بيلعب اساس مين في تشيلسي جاكسون، بالمر، ميدويكي هيلعب اساس الفتره اللي جايه عافيه، فهم الناس كلها تجري على دول، ده اساسي. انا اختلف، وانا لسه عند كلامي. كونكو لو نزل هيعمل شغل عالي جدا جدا جدا. طيب نخش على اللعيب اللي بعده. انا برضو هرجع للنقطه دي، انا مش موافقك في الكلام لان جاي جواو فيليكس، وجواو فيليكس هيلعب اساسي. لسه هيلعب اساسي لسه يا عم. ده خدوه يا عم. تخيل لعيب ما لعبش عندهم وراح برشلونه ما لعبش عندهم، قال لك لا هاتولي ب70 مليون. ايه يا عم ده هبل يا عم والله العظيم. نخش بقى في اللعيبه جواو فيليكس هيلعب اساسي يا مستر محمود ويتالق ويكسر الدنيا. اما نشوف اللعيب الرابع يا باشا او الخامس. اللعيب الخامس مين؟ خازوق ناس كتيره، ناس صحابي كتير، بلدينا حبيب قلبي، فودن اللي بهدل ناس كتير. كان ناس كتيره كانت متوقعه ان فودن هينزل اساسي وفودن هينزل هيبدع، هوب. انت بتتكلم على فكره ما طبيعي ان هم يفهموا كده، لان ده احسن لاعب في الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت. انا ما اعرفش بقى، هو اللي اقرع بيعملها اهو، مش حركه الرجل ده خدهم مقص ونزل فوقيهم، بص كده اهو، حركه الرجل على الرقبه على طول. مين سافينيو اللي هو بيلعبه ده مكان وجايبه كان الفاريز ده؟ مين؟ عايز اقول لك سافينيو ده هيبقى من احسن لاعبي الكوكب الارض خلال موسم او موسمين بالكتير. انا ما الصراحه ما شفتوش هو بيلعب. الواد ده مجرم، ده مجرم، وقليل قوي ان انت دلوقتي تلاقي لعيب من ريحه ايه، عارف انت، ريحه رونالدينيو، الناس اللي هي حريفه قوي في نفس الوقت بتجيب اجوان وايجابيه على الجون، قليل قوي تلاقيهم دلوقتي. بس ناس كتير ما اشتريتوش، يعني انت مثلا من ضمن ال10 اللي احنا قلنا الناس جريت تشتريها ما جابوش سافينيو. شيء لسه مش مضمون بالنسبه لجوارديولا. هنرجع نتكلم ان مفيش حد مع جوارديولا مضمون دلوقتي غير هالاند ودي بروين بس. وجوارديولا انت قلت جوارديولا هتغير كلامك ولا ايه؟ ده انا اشتريته عشان وجوارديولا عشمتني وبتخلع. لا اصل انا اشتريته عشانك. جوارديولا ممكن الفتره اللي جايه، يعني هو كده هيبقى اساسي، بس في احتمال باللي انا شايفه دلوقتي ان اكي راجع وستونز راجع والناس كلها راجعه، فممكن يبدا ان هو يريحه شويه، او ممكن بعد التوقف الدولي يبدا ان هو يريحه كام جوله كده لانه اتضغط. جوارديولا هو اللاعب الوحيد تقريبا في منتخب كرواتيا اللي لعب كل ماتشاتهم في اليورو، لعب كل ماتشاتهم لما كان هنا في مصر في البطوله اللي هي بتاعه مصر دي، ما بيخرجش دقيقه من الملعب مع السيتي، فممكن يريح عشان دوري الابطال شويه بس مش اكتر يعني. ممكن نخش على خامس لعيب، باركو طبعا ده لانه اتعار خلاص فبتاع برايتون، فده برضو انا كنت لبست فيه وبعته برضو. باركو الناس كلها راحت جابته مكان ستوبينيان علشان سعر، قال لك 4 مليون مش عارف ايه وبتاع، وهنجيبه عدد صغير مش تفرق يعني، نحط حتى لو كده ايه نحطه على الدكه. طلع خدوا حركه الرجل على الرقبه. طلع سادس لعيب، وده اللي مش متوقع خالص، وانا شايفه انه هو في خلال يعني فهنقول الناس اللي انت شايفها هتتالق في الفتره الجايه، بس شايفه انه هو هيتالق جدا الفتره الجايه لانه عمل معايا كده وبعته. واتكنز ناس كتير جريت تبيعه لانه خذلهم من الماتشات اللي فاتت، ف جريوا باعوه عشان يجيبوا ومش بس لانه مش بس لانه خذلهم، عشان هو غالي. واتكنز غالي، واتكنز تاني اغلى مهاجم بعد هالاند. ماشي بقى، هو يستحق لانه بص الجوله اللي فاتت السنه اللي فاتت عامل ايه، نهائي الموسم عامل ازاي السيزون ده يعني انا ده اقسم بالله طلع ميتيني، سوري يعني في الكلمه، انا اول 3 جولات ما عملش حاجه، رحت بايعه بقى يطلع نار من بقه ومن كل حته، بهدلني بقى اول ما بعته جاب هاتريك، اول ما بعته
انا عن نفسي انا بعت واتكنز، جبت هالاند وجبت سميث رو في خط النص، وقللت برضه بعت حد في خط النص وجبت سميث رو، جبت سميث رو هالاند سالب 4. هرجع لنقطه معينه. مين اللعيبه اللي انت عايز تبيعها ومش عارف؟ عايز ابيعه ومش عارف. مش عارف عشان طبعا مش عايز تماينس نفسك اكتر من كده. انا عندي كارفاليو جبته من اما مشي من ليفربول راح برينتفورد، قلت خلاص هيتألق بقى، هو لعيب جامد. ما لعبش مش عارف ليه ما لعبش. عندي الحارس طبعا مش مهم، كنت جايب حارس كده ب4 مليون، مش مهم ان انا ابيعه اصلا، كده كده انا بلعب باليسون بيكر. عندي بيرن عايز ابيعه لان بيرن السيزون ده، بس المشكله ان بيرن حلاوته في سعره. مش هلاقي مدافع بنفس الامكانيات في فريق زي نيوكاسل بالسعر ده. تمام. عندك مثلا في خط النص مين؟ ما عنديش حد في خط النص يمكن افكر ابيعه، لان انا اللعيبه اللي معايا كلها بسميث رو كده خلاص الدنيا معايا تمام. والهجوم خلاص يعني انا بعد كده اعتمدت هالاند، فاردي، سولانكي بعد التوقف الدولي ان شاء الله. طيب انا اللعيبه اللي انا فعلا مش عارف عشان الماينصات الكتيره ايزي وجرناتشو. جرناتشو عمل ماتش كويس في الماتش اللي فات، بس انا شايف ان انا كنت عايز اجيب امادو ديالو لاني متوقع فيه خير يعني. الواد ده جامد جدا وعايز امشي ايزي مش عارف. عايز اقول لك جرناتشو هو مفتاح اللعب الاول للمان يونايتد. ماشي، بس انا شايف في حد لعيب ارخص منه وهيجيب. انا شايف حلاوه ديالو ان هو بيلعب في العمق بيروح على الجون على طول، ولكن الفكره هل لما هويلاند يرجع الفيرود هيبقى هيدخل في العمق بنفس الطريقه، ولا يكون الموضوع صعب شويه وهيرجع جريناتشو تاني يشتغل مع الخط؟ بالعكس يا باشا، ده هتلاقيه مبدع اكتر. هيسهل هولاند، هيسهل عليه. انا بصراحه ما بشوفش حد في اليونايتد خالص مضمون غير يمكن برونو فرنانديز، وغالي بالنسبه اللي هو بيعمله غالي. طب انا عايز اقول لك ان برونو فرنانديز ده سابع واحد الناس باعته في الجوله اللي فاتت، لان لحد دلوقتي لسه ما عملش حاجه في الدوري وغالي ما عملش حاجه وغالي فعلا. يعني انت مثلا تجيب برونو فرنانديز ولا تجيب بالمر ولا ساكا؟ اكيد طبعا بالمر وساكا والناس دي. جوتا ارخص من برونو فرنانديز مثلا. لويس دياز ارخص من برونو فرنانديز. دياز اللي بدع الماتش اللي فات، بس دياز مش مضمون. انتوني جوردن ارخص من برونو فرنانديز، في لاعيبه كتير جدا احسن منه وارخص منه. وهنا نيجي بقى للحلقه المفضله لدي، سوق الجمعه للكلاب البلدي. سوق الجمعه للكلاب البلدي، انت شايف مين سعرهم قليل جدا من خلال الفتره اللي فاتت وشايف ان هم ممكن؟ لا ده انا عندي صفقه انت بتيجي بجراويك. عندي صفقه كلاب بلدي طرش. انت بتيجي بالجراوي بتاعتك دي. عندك مين مثلا انت شايف ان هو هيأدي في خلال الفتره الجايه؟ هيأدي جامد قوي في خط النص. مثلا ممكن اتكلم عن بالمر، عن ساكا. لا بس ده مش كلب بلدي يا اسطى، ده بالمر ده ب10.5، ده اغلى من حياتي. يعني الواد انت شفت الجون اللي هو جابه الماتش اللي فات؟ جون عالمي الصراحه. انا الجون ده ما شفتوش مثلا، يمكن ما شفتوش من امتى، من ايام فان بيرسي. من بعد فان بيرسي اللي كان بيلعب في الارسنال ما شفتوش. الواد حط الجون. انا اصلا فكره ان هو يجيله الفكره ان الكره جايه كده وانا احطها كده، دي بالنسبه لي يعني الحاجات دي ما كنتش بستغرب فيها، يعني ميسي رونالدو بس. غير كده ما فيش حد بيعمل الكلام ده. لا بالمر مش كلب بلدي، سوري يعني ما حدش يغلط في بالمر. لا انا شايفه بقى خلال الفتره الجايه كلب بلدي. انكونكو انا لسه معتقد في انكونكو ان هو هيلعب تمام. ميديوكي ماشي. ميديوكي طبعا اتفق معاك جدا. طبعا لو قلنا برايتون هتقول مين؟ برايتون ممكن احط ويل باك وميتوما. ويل باك وميتوما، ويمكن سولي مارش ما بقى انا زي قلت لك ما بثقش فيه المره اللي فاتت وفعلا ما عملش حاجه. بس هو انا بالنسبه لي كسوق الجمعه للكلاب البلدي هو الويلبك وجواو فيليكس. في بص جواو بيدرو. انا بالنسبه لي سولي مارش مشكلته في ايه؟ ان هو ماتش عالي قوي وماتش تحت قوي، ما عندوش حته اللي هو ايه انا في النص، ان انا ممكن مثلا كل ماتش اجيب جون او اعمل اسيست. لا زي جروست مثلا اللي بيلعب لا هو ممكن ماتش تلاقيه جاب هاتريك وماتش التاني ما لعبش كوره اصلا، ما لمسش كوره. خدوا كلبين بلدي عنب. دفاع نوتنجهام فورست، باك اليمين وباك الشمال إنيا ومورينيو. في بقى حد انا عايز اتكلم عنه، كيلفرت لوين مهاجم بتاع ايفرتون. انا كان من اعتقادي كنت لسه اقول لك من الناس اللي هي شايف ان هي ممكن تتألق في خلال الماتشات الجايه كيلفرت لوين.
الواد ده جامد جدا، وفي نفس الوقت الماتشات بتاعتهم اللي جايه الى حد ما كويسه، جدولهم كويس. فانا شايف ان هو بعد التوقف الدولي، غير ان هو تقريبا ما بيروحش المنتخب اصلا، فهتلاقي الدنيا معاه كويسه جدا بعد التوقف الدولي ان شاء الله. في لعيب برضو شايف ان هو هيتألق الماتشات الجايه، الواد فايز بتاع بتاع ليستر سيتي. وفي حلاوه ان هو مشكلته ان الناس كلها فاكره له الماتش بتاع ليفربول اللي حط فيه 2 ولا 3 في نفسه ده. بس الواد ده جامد جدا، بلس ان هو ب4 مليون. يعني 4 بالنسبه ستوب 4 مليون 1 بوينت. غلي يا باشا، الناس جريت اشتريته يا بيه. يلا ربنا يستر علينا ويكملها بالستر. في خلال الفقره دي انا عايز احط تشكيله الوايلد كارد. لو انت معاك وايلد كارد هتعمل ايه، وانا لو معايا وايلد كارد هعمل ايه، ونحطهم حاطينهم على الشاشه ونقول للناس، يعني تقترح للناس لو عايز تعمل وايلد كارد انت ممكن تجيب اللعيبه 1 2 3 4 5 وانا هديهم هعملها لهم في الترانسفير هنا واحطها واديها لك وانت تقول لي. طيب انا عندي كام لعيب كده لو هعمل وايلد كارد دلوقتي حالا هجيبهم، وبعدين احط بقى شويه ايه سرده كده في الباقي، يعني هحشي بقى. يعني مثلا هجيب هالاند اساسي، هجيب صلاح، وهبدا ان انا ادور على ناس تكون مثلا ايه ديفرنشال جنبهم بقى. انا مثلا قدام مش هغلي تاني في المهاجمين، هروح مثلا اجيب بقى مثلا ايه جواو بيدرو، واقوم جايب مثلا فاردي، ماشي، او اجيب مثلا ويل باك واجيب فاردي، اجيب ويلسون واجيب فاردي، تمام. حاجه كده اللي هو ايه سكه 25 مليون في الهجوم. في خط النص هجيب صلاح، واقوم جايب مثلا جوردن على سميث رو، على مثلا ايه 2 3 كده، واحد للدكه و2 على الله ان شاء الله يمشوا الدنيا. هاجي في الدفاع مثلا هقوم جايب 2 اساسيين برضو اللي هم وايت وجفارديول، دول اساسيين، وابدا ان انا استخف شويه بقى. ممكن اجيب مثلا حد من دفاع نوتنجهام فورست، ممكن اجيب حد مثلا من دفاع نيوكاسل فليكن بيرن، ممكن مثلا اجيب حد من برايتون، ممكن يعني الفرق اللي هي بتعمل كلين شيت بس يعني اسعارهم قليله. في لعيب بقى اللي انا كنت عايز اتكلم عليه، الواد ريكو لويس اللي هو بتاع السيتي. بدا ينزله، وانا حاسس ان الواد ده ممكن يعمل حاجه. الواد قرد كده صغير كده ورخيص جدا. هي المشكله مش في ان هو قرد ولا رخيص، المشكله في جوارديولا. هو لما جوارديولا أنا يعني في بقى الصفقه القويه جدا بقى دي بروين. لا، انكيتيا راح خلاص لكريستال بالاس، بيقولوا ان هو خلص في كريستال بالاس. مش عارف الواد ده كان جامد جدا، انتوا مش بتلعبوش ليه يعني؟ مشكلته هو وخيسوس ان هم مهاجمين صندوق بس. ارسنال مش عايز مهاجم صندوق. ارسنال اصلا يعني هافرتز، لو تلاحظ ايه اللي خلى هافرتز تألق، ان اللي بيلعب وراه مش بيلعب ان هو مهاجم، هو هافرتز اللي بيبني الهجمه وبيصنع وبعدين بيستلم ويجي. مثلا زي ميسي ما كان بيعمل كده، او زي دي بروين ما بيعمل في السيتي. انا لاعب خط نص بس في حاله الهجوم انا ببقى مهاجم تاني. لا بس انت محتاج ده وده، يعني انت عندك يعني مثلا كريستال بالاس، ما هو عندك هو ادواردو في ناس كده، في لعيبه يا باشا بتبقى بتاع 18 ما بتعرفش تلعب بره ال 18. اصل بص، صبي المعلم معلم. ارتيتا هو صبي جوارديولا، فهو عنده فكر في دماغه مش هيغيره لحد ما الدنيا تخلص ان شاء الله، زي جوارديولا بالظبط. هو انا عندي في دماغي ان انا هلعب كده، شوف بقى نكسب اخسر اطلع انزل، انا هلعب كده. حتى لو ايه يعني السيزون فكر اداري بمعنى اصح، يعني هو انا اللي ماسك المركب وانا اللي بديرها بالظبط. السنه اللي فاتت كان مصمم ان هو يلعب كده. طب انت خسرت ماتش هلعب كده، خسرت ماتش بعده هلعب كده، طلعت من دوري الابطال هلعب كده، مفيش، هو انا هلعب كده. يمكن ساعات بيثبت ان هو صح لما طلع وقال لك انا مشكلتي في اللعيبه، انا ما عنديش بدله، انا عندي سكواد قوي جدا كاساسيين. بس انتوا ما عندكوش مهمين، خلينا نقول ده حقيقه. يعني انت عندك كان انكيتيا ده كان بديل فشيخ، بينزل تيك جون الكلام ده. انما دلوقتي انت ما عندكش لا هافرتز ومعتمد عليه اعتماد كلي، وما بتنزلش حتى وخيسوس. ما انا بقول لك ما بتنزلش خيسوس، لان خيسوس لعيب جدا 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 وحد بيخلص جوان فظيع. بقول لك مشكلته ان هو مهاجم صندوق. ماشي، وانت يا باشا انت مش محتاج الا كده برضو، انت محتاج لعيبه تنزل تبقى يعني ده بيعمل ده وده بيعمل ده. انا بالنسبه لي ساكا لو لعب مهاجم في ارسنال هيكون مفيد اكتر من خيسوس. لا انا اختلف معاك في ده بس يعني انا بالنسبه لي اي حد في ارسنال هيلعب مهاجم بيعرف يطلع بره الصندوق ويستلم كوره ويروح بيها على الجون هيبقى احسن من خيسوس. طيب انا في تشكيلتي بقى لن اتخلى عن الثلاثه دول. هالاند، صلاح، ديوجو جوتا، تمام، من الناس اللي هي اساسيه بالنسبه لي. بس انا كتشكيلتي كوايلد كارد هقول اللي انا نفسي اعمله، مش لازم اقول ان انا هجيبه، لا، اللي انا نفسي هعمله.
هعمل لك تشكيله بتاعتي واقول لك دي تشكيلتي وانت برضو اديني تشكيلتك ونطلعهم بقى فوق كده خلاص ده ونشوف لو حد نساعد الناس اللي عايزه تعمل وايلد كارد. طيب انت ايه اللي انت شايفه؟ انا شايف ان الناس اللي هي هتتألق ككلاب بلدي عندي 3 وعندي 3 من اللي هم نو ريسك. 3 اللي نو ريسك اللي انا شايفهم هيتألقوا الجولات الجايه: هالاند، ساكا، بالمر. الناس اللي انا ما شايفها هتتألق عندي سنس كده ان هم هيتألقوا الجولات اللي جايه: واتكنز، كالفرت لوين، ريكو لويس. سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ كده سجل. انت عندك مين اللي انت شايفه هيتألق؟ 3 سريعا كده اللي شايفه 3 اللي هم النوريسك: هالاند وصلاح ووايت. انت شايف صلاح هيجيب جون في ماتش اساسي؟ صلاح هيجيب اجوان بعد كده على طول. لا الماتش جاي مانشستر يا بيه، ماتش جاي مانشستر. هو صلاح ما بيسجلش غير في مانشستر مثلا. انا عايز اقول لك حاجه بخصوص صلاح. التيشيرت اللي اتقلع ده كان قدام مانشستر. بغض النظر عن مشاكل الشخصيه مع صلاح كبني ادم، صلاح عمل في جوارديولا اللي رونالدو ما عرفش يعمله في جوارديولا. ده حقيقي مسك مرمط الدفاع. مش الدفاع بس، انا بقول لك صلاح عمل في جوارديولا اللي اقسم بالله رونالدو في عز جبروته ما عرفش يعمله في جوارديولا. قسما بالله كان بينزل يسجد على الارض بسبب صلاح. انا بيتدمر نفسيته وصحته بتتدمر بسبب صلاح. بغض النظر بقى عن مشاكل الشخصيه مع صلاح، بس صلاح يعتبر يعني لو جيت رصيت لي كده احسن 5 رايت وينج في تاريخ كره القدم، صلاح يتحط من وسطهم وابصم بال10 مليون في المية. طيب بالكلاب البلدي بقى بغض النظر عن مشاكل الشخصيه مع صلاح، يعني ما انا مشخصنها معاه، بس يعني كلاعب حاجه تانية. طيب الكلاب البلدي ممكن لو هنحط حد مثلا في نيجر المتوسط احط انتوني جوردن، ده انا راهن عليه بال10. ماشي. ميتوما ماشي. وممكن مثلا احط معاهم كمهاجم احط ويلسون. انت شايف انه هيلعب الماتشات الجايه؟ هيلعب لان ايزاك خلاص، يعني ايزاك يعتبر هو هيلعب اساسي، بس ايزاك مش توب، فويلسون هياخد الفتره اللي جايه. بما ان الناس كلها باعته ايزاك هيتألق، انا عارف الكلام ده كله. وانا على فكره انا حطيت واتكنز كلب بلدي مش عشان كده، انا بقول لك الناس كلها جريت باعته، وفعلا واتكنز هيتألق الماتش الجاي، وخدوها مني تصريح. انت عارف مشكله الحوار في فرقه استون فيلا عموما ان هي يا اما كلها بتتألق يا اما كلها فاهمني. فيمكن الفتره اللي جايه يفوقوا لان هم بقى لهم ماتشين على الله ان شاء الله. ماشي. ننهي الحلقه يا ريس، وبكده وصلنا للنهايه، ودي نهايه اول حلقه من حلقات مجانين فانتزي. لو عجبكم الحلقه ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، ولو انت موجود على الفيسبوك تعمل لايك وتعمل شير للفيديو وتقول لنا تحت في الكومنتس كل الاسئله، تجاوب على كل الاسئله اللي احنا سالناها، وتستنى الحلقات اللي جايه عشان ان شاء الله يكون في حلقات اجمل من كده بكتير جدا. حبيبي عم سعيد. سلام.